السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا لو اول مره تشوفوني فانا قناتي هبه السيد. نورتوني وشرفتوني. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه مع بعض. طبعا مش محتاجه اقول لكم هو ايه، هو طبعا باين المحشي حبيب الملايين. تعالوا نشوف طريقته، بس صدقوني ان شاء الله بامر الله. جربوا الطريقه دي وانتوا هتعتمدوها، مش هتعملوها غير بيها. طبعا في ناس كتير اساتذه فيها، بس تعالوا بس جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم جدا. انا زي ما انتوا شايفين كنت عامله كميه من المحشي ووريتها لكم بالشكلين. تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا معانا هنا الكرنبايه بتاعتنا. بتنقي الكرنبايه كويس كده، تكون كبيره ما شاء الله، مليانه زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. وبنبدأ نقطعها ونطلع ورقها كده. ونبدأ ان احنا طبعا نكون مجهزين المية بتاعتنا، المية السخنة المغلية. وبنكون ده الورق بتاع الكرنباية ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كانت باينة في الأول انها صغيرة، بس هي ما شاء الله مليانة من جوه ورق. أهم حاجة بتضغطي عليها من فوق بتشوفيها إذا كانت هي مليانة ولا فاضية يعني. لو بتعمل معاكي صوت كده كأنها بتطبل فهي كده الكرنباية معاكي مليانة من جوه ما شاء الله، حلوة. ما تبقاش الورقة مفرغة. طبعا في ناس بتسلق الكرنباية زي ما هي، بس انا بحب اقطع ورقها بالشكل ده وبحب اسلقه. المية معايا اول ما بتغلي بحط فيها سنة كمون وملح وبنزل بالورق الكرنب. انا ما بسيبوش يا جماعة يتسلق كتير، طبعا كل واحد وليه طريقته. انا بحب انزل الورقة يا دوبك كده بس، بقلبها تقلبتين واشيل على طول. ما بكملش دقايق على النار وبكون شايلاها يا دوبك بس كده تتقلب. اول حاجة معانا هنا كده نعمل خلطة المحشي ده. الخضرة. ومعانا هنا بهارات محشي، دي بتجيبيها من عند العطار، بتروحي تقولي له عايزة بهارات محشي. يا جماعة انا ما بستغناش عنها دي في المحشي بتاعي، حاجة كده بتخلي المحشي واو. ومعايا كمون، بحب ازود شوية في الكمون، ما تقلقوش انا بحب اعمل الكميات دي، انتوا حابين تقللوا تمام. كزبرة، فلفل اسود، ملح، شطة، دي البهارات الاساسية بتاعتي في اي محشي. ومعايا الرز. تقريبا كنت عامله كيلو ونص من الرز، والطماطم بحب ازود فيها قوي. ومعايا هنا ده كانت بصلتين كبار، حطيتهم كده على النار مع معلقتين سمنه وشويه زيت. وقلبتهم لحد ما يا دوبك بس كده اتشوحوا، ما بغمقش البصله عشان ما بحبهاش تغمق، بحيث المحشي ما يبقاش تقيل علينا. وبعد كده بنزل بالبهارات بتاعتنا، يا دوبك انا بقلب البهارات تقلبتين يعني، ما بسيبش البهارات تاخد وقت على النار، برضو عشان ما يبقاش المحشي حامي علينا او ما يتعبناش. يا دوبك بقلب كده البهارات تقلبتين وبنزل على طول بالصلصه بتاعتنا التقيله كده. زي ما انتم شايفين انا مبصفيش صلصه المحشي. صلصة المحشي يا جماعة ما بتتصفاش تمام. بعد كده بقلب واسيب الصلصة بتاعتي كده لحد ما تتسبك معايا. وطبعا زي ما انتوا شفتوا احنا مجهزين الخضرة والرز بتاعنا مغسول وكله تمام. اول بقى ما الصلصة بتاعتنا تتسبك زي ما انتوا شايفينها كده، والزيت والسمنة بتوعنا طلعوا على الوش كده تمام، انا وصلت معايا السمك او الصلصة اللي احنا عايزينها. بطفي الاول قبل ما احط اي حاجه، بطفي، اديكوا شفتوا انتوا شايفين اهو النار اتطفت. بعد كده ببدا احط الرز والخضره. في ناس بتحط الرز والخضره شويه على النار، انا ما بحبش كده. بطفي وبسيبها وبعد كده بحط الرز والخضره بتوعي واقلبهم في بعض، وبعد كده بفضيها عشان تبرد معايا. لان لما بتسيبي الرز على النار بيبدأ ان هو يستوي معاكي شوية، فلما تيجي تسوي المحشي بتلاقي الرز جواه مهري والورقة من جوه ما استوتش. فلا انا بطفي واحط الرز والخضرة وعلى طول ببدأ ان انا احشي، عشان الاتنين لما يستوي يبقوا معايا سواهم صحيح زي بعض. تمام. هنا بقى كنت عامله معاكم كده محشي بتنجان وفلفل وورق قصدي سوري كرنب. تمام. مش محتاجة ان انا كنت اوريكم ازاي انا كنت بقور البتنجان، كلنا ما شاء الله ستات بيوت شاطرة وبنعرف نقور البتنجان. وفضيت الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ ان احنا نحشي المحشي بتاعنا. طبق زي ما انتوا شايفين انا حاطه طبقين، طبق حاطه فيه الخلطة، والطبق التاني بحط فيه شوية اللي هحشي بيهم عشان خاطر ما بهدلش الرز كله او الخلطة كلها على بعضها. ببدأ كده ان انا احشيه. واهم حاجة في البتنجان وانتي بتحشيه ما تمليش البتنجانية قوي عشان خاطر الرز ما يطلعش ويبهدلك ما يطلعش بره المحشي ويبقى الحلة او الصينية مليانة رز. بحشي كده البتنجانية وببدأ ان انا اخبطها على ايدي واسيب الربع الاخير من البتنجانية فاضي عشان لما يستوي الرز لسه هينفش معانا.
ونفس الكلام برضو في الفلفل، بحشي الفلفل وبسيب الربع الاخير من الفلفلايه يكون فاضي. زي ما انتوا شايفين كده انا بخبطها على ايدي عشان الرز او الخلطه بتاعتنا توصل لتحت، ما بقاش مكبساه بايديا ويبقى مليان قوي، ويبدأ لما يجي يستوي تلاقي الرز مبهدل الصينيه او الحله. وبكده نكون حشينا البتنجان والفلفل بتاعنا، وهنبدأ طبعا ده اسهل حاجة لاغلب الستات البيوت هو البتنجان والفلفل، لانه في ثانية بتكوني عاملة كمية كبيرة من المحشي ما بتحسيش بيها. هو بس مشكلته في تقويره طبعا، ده مش محتاج ان انا اقول لكم الكلام ده. هنبدأ بقى ان احنا كده نجيب ورق الكرنب بتاعنا ونقطعه ونحشيه. بس طبعا انا حابه اقول لكم على حاجه، انا بحب اعمل البتنجان والفلفل زي ما انتوا شايفينه كده في صينيه، وما بحبش ان انا اوقف البتنجانيه. ليه؟ لاني بحس ان هو كده بيوصل له صوص بتاع الشوربه لكل بتنجانيه وكل فلفل، ما بيبقاش فيه واحد مليان صوص والتاني لا. فبحب اعمله في الصينيه بحيث ان الشوربه تبقى واصله لكل البتنجان ويستوي معايا سوا صحيح لكل المحشي، يبقى كله قد بعض وطعمه او سواه كل واحد. كده زي ما انتوا شايفين الكرنبايه، شفتوا انا قطعتها ازاي؟ بشيل الحته الخشنه اللي فوق اللي هي التخينه، وببدا الفها بالشكل ده، وببدا ان انا اقطع الورقه على 3. طبعا حسب حجم الكرنبايه بتاعتك، انا بقطعها على 3، ممكن انتي تقطعيها على 4. انتي حابه بقى بعد كده تقطعي كل ورقه كده المقاس اللي انتي عايزاه تمام. انا بستكفى بكده وباخد وبقطع على حسب حجم الورقه زي ما انتوا هتشوفوني بعمل دلوقتي. بمسك كده وببدا ان انا اقطع ورقه ورقه، وابدا ان انا احشي بيها. بحس انه كده اسرع، انما ان انا اقعد استنى ان انا افضل اقطع الورق كل ورقه لوحدها عشان اخدها، فبحس ان انا بالنسبه لي كده اسهل طبعا زي ما انتي حابه. وببدا الكرنب ده برضو سهل جدا في الحشو بتاعه، ببدا على طول الف في المحشي. ورق الكرنب اسهل في لفه من ورق العنب، لان في ورق العنب انتي بتحتاجي تتني من الجنب اليمين والجنب الشمال حته، انما الكرنب انتي على طول بتحطي الرز بتاعك مقدار الرز وبتبتدي تلفي، ولو زاد رز من هنا ولا من هنا بتشيليهم، ويبقى كده الكرنب معاكي تمام. انا كده هكون لفيت كام ورقه معاكم ووريكم بيتلف ازاي، وانا بقى هكمل بقيه الحله واوريكم شكلها في الاخر بيكون عامل ازاي، عشان ما اطولش عليكم. طولت عليكم انا بزياده صح؟ انا عارفه انتوا هتقولوا ايه، بس طبعا يعني انتوا متابعين يا حبايبي، يعني لو ما تقلش عليكم هتقل على مين؟ شفتوا السرعه؟ خلصت الحله بسرعه اهو. بس كده ده كده الحله بعد ما عملتها وخلصتها. معانا هنا زي ما انتوا شايفين بقى ببدأ اجهز الشوربة بتاعتي. انا ما بحبش اخد من الشوربة واحط، انا بحط زي ما انتوا شايفين الشوربة وعليها معلقة سمنة، ودي واحدة من الماجي وشوية شطة وشوية كمون، والصلصة بتاعة التسبيكة باخد منها شوية في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، باخد لي بتاع كبشتين، وبحط البهارات بتاعتي كلها على الشوربه، وببدا اسقي بيها المحشي، والصلصه دي اللي انا خدتها من خلطه المحشي ببدا احطها على الوش. هتقولي لي ايه الفرق؟ هقول لكم جربوا وانتوا تعرفوا، بجد هتدوقوا شويه محشي مفيش احلى من كده ولا طعم عن كده. طبعا ولعنا على المحشي، اول ما المحشي استوى ده كان منظره معانا. بتسيبي المحشي تقريبا نص ساعة لحد ما يستوي خالص، يبقى دايب معاكي بالشكل ده. شايفين البتنجان ده مفيش رز كتير ازاي، ولا الورق ولا الكرنب فيه رز كتير واقع ازاي. والكرنبايه بتاعتنا عملت لنا كده حلتين زي ما انتوا شفتوا، وعملنا صينيه البتنجان والفلفل المتين الجميل ده. وبكده نكون غرفنا المحشي بتاعنا. كان عندنا ضيوف نورونا وشرفونا، ويا رب يكون محشينا عجبكم. وانتوا يا متابعينا يا امارات جربوا طريقتنا، ولو عجبتكم الطريقه قولوا لنا في الكومنتات. عارفه ان في ناس كتير بتعملها زيي، الف هنا على قلبكم. ولو اول مره تشوفوني فانا هبه السيد، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شرفتوني ونورتوني واسعدتوني، ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى. باي باي.